السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني أسألك سؤال يمكن ناس كتير عمرها ما وقفت عنده. هو أي واير موجود ينفع أشيل بيه؟ أي شنكل مكتوب عليه رقم يبقى خلاص آمن؟ أي هوك شكله جديد يبقى تمام؟ للأسف لأ. وأحيانا أكبر كارثة بتحصل في الموقع مش لأن الكرين وقع، لكن لأن أصغر قطعة في الرفعة كانت مختارة غلط. شنكل صغير، واير حالته من بره كويسة، هوك من غير لسان أمان، سلسلة غير مصنفة للرفع. كل دي تفاصيل ناس كتير بتعدي عليها، لكن في علم الرفع التفصيلة الصغيرة هي اللي بتصنع الفرق بين رفعة ناجحة ورفعة ممكن تسبب حادث. وعشان كده حلقة النهاردة يمكن تكون من أهم حلقات السلسلة، لأنها هتكلم عن إزاي تختار معدات الرفع، وإزاي تعرف الحمولة الحقيقية لكل معدة، وإزاي تكتشف إن المعدة دي ينفع تشتغل ولا لازم تتشال فورا. أنا أحمد شعبان ودي قناة سيفتي ستيب. يعني ايه معدات تصميم؟ احنا قلنا قبل كده ان الكرين هو اللي بيولد قوة الرفع، لكن القوة دي لازم تنتقل للحمولة عن طريق معدات وسيطة. المعدات دي اسمها ريجنج جير، يعني معدات التصميم، واشهرها الواير الصلب، السلسلة، الواير القماش، الشنكل، الهوك وامور اخرى. وكل قطعة من دول بتعتبر نقطة تحميل. يعني لو عندك رافعة وزنها 10 طن، العشرة طن دول معديين على كل نقطة من النقط اللي احنا ذكرناها دي، ده بنسب مختلفة. فأي نقطة ضعيفة بتساوي فشل العملية كلها. تاني شيء، أول قانون، ممنوع تستخدم معدة من غير بيانات. أي معدة تصبين محترمة لازم يكون عليها الحمولة المسموحة، زي المقاس، زي الكود، زي رقم الشهادة أو التاج. لو التاج مفقود أو البيانات غير مقروءة، المعدة بتعتبر out of service، يعني خارج الخدمة، حتى لو شكلها من بره جميلة وممتازة، لأنك ببساطة ما تعرفش الحدود المسموح بها للرفع دي إيه إلا إذا كانت مكتوبة على القطعة نفسها. والرفع مفهوش تخمين. تالت حاجة، نفهم أهم رقمين في المجال: Working Load Limit، وده اختصاره WLL، وده معناها أقصى حمل تشغيل مسموح بيه. يعني لما ألاقي شنكل مكتوب عليه WLL 6 ونص، يبقى المصنع بيقول الشنكل ده في الظروف الطبيعية أقصى حاجة بيشيلها 6.5 طن. لكن خد بالك، ده لا يعني إنك تستخدمه بأي طريقة وخلاص، لأن في حاجة تانية اسمها Safe Working Load، اختصارها SWL، وده الحمل الآمن الفعلي أثناء التشغيل. ورقم ده بيتأثر لو زاوية التصبين حصل فيها حاجة، طريقة الربط، اتجاه الحمل، عدد الأرجل، حالة المعدة. يعني ال WLL ده الحد المصنعي، وال SWL ده الحد التشغيلي الحقيقي، وده فرق ناس كتير للأسف ما بتفرقش بينه. رابع حاجة، أنواع معدات التصبين بالتفصيل. أول حاجة الواير الصلب، اللي هو واير روب سلينج، وده الأكثر استخداما في المواقع التقيلة. مميزاته بيتحمل أوزان كبيرة، مقاوم للصدمات، مناسب للبيئات الشاقة، لكن لازم أفحص فيه أسلاكه اللي هو بروكنج واير، لو هي مقطوعة أو لأ، التعويجة أو العقدة، والصدى والانضغاط، وسلامة الكبس في الأطراف، لأن منظمة القوشة بتشدد جدا. لو عدد الأسلاك المقطوعة زاد عن المسموح، الواير بيترفض فورا. تاني حاجة السلسلة اللي هي تشين سلينج. السلسلة ممتازة جدا مع الأحمال المركزة، بتكون شغالة في الحرارة، الأعمال الشاقة، لكن أهم حاجة فيها الجريد، يعني درجة التحمل، وأشهرها جريد 80 وجريد 100. ما ينفعش استخدم سلسلة عادية غير مصنفة أو غير مكتوب عليها أي أكواد وأقول تؤدي الغرض، لأن سلسلة السحب غير سلسلة الرفع. تالت حاجة الواير القماش. الواير القماش اللي هو وينج سلينج، ده بنستخدمه مع المعدات المطلية، المواسير، الأحمال الحساسة، لأنه مرن وما بيحصلش منه أي خدش في المواد اللي عندنا، لكن خطره إن بتقطع بسهولة مع الحواف الحادة. عشان كده لازم نستخدمه مع الإيدج بروتكشن، يعني حماية الحواف. رابع حاجة الشنكل. الشكل وده وصلة الربط لازم تتأكد البين بتاعه سليم، مفيش فيه اعوجاج، مفيش تآكل في الجسم، حمولة واضحة. خامس حاجة معانا الهوك. الهوك دي قطعة نقطة التعليق، وأخطر غلطة بنستخدم الهوك بدون سيفت لاتش بتاعه اللي هو لسان الأمان، أو بنستخدم الهوك والحمل ضاغط على فتحة الهوك بدل جسمه، وده بيخلق ضغط خاطئ. خامس حاجة إزاي أحسب
الحمولة التقريبية للمعدات. لو التاج مش واضح ومحتاج تصور سريع، الواير الصلب بحسب 8 في مربع القطر بيساوي الحمولة التقريبية. لو قطر الواير 18 مللي بحسب 18 في 18 بيديني 324. 324 في 8 بيديني 2592 كيلو جرام، يعني حوالي 2.6 طن. سلسلة جريد 80 بحسبها 0.4 في 80 في مربع القطر، وده بيديك تقدير مبدئي. لكن مهم جدا المعادلات دي استرشادية ولا تغني عن بيانات المصمم. سادس حاجة، طريقة التصميم بتغير قدرة المعدة، ودي نقطة ناس كتير بتغفل عنها. نفس الواير لو استخدمته فيرتيكال هيتش اللي هو رأسي يشيل قدرته الكاملة تقريبا. شوكر هيتش اللي هو خنقة أو راسه في عبه، دي القدرة بتقل. لو أنا شغال على الباسكت هيتش اللي هي سلة، القدرة بتزيد بسبب توزيع الحمل. يبقى المعدة نفسها ثابتة لكن قدرتها بتتغير حسب طريقة استخدامها. سابع حاجة، التفتيش قبل أي رفع. لازم تسأل نفسك التاج موجود، في قطع، في شرخ، في صدأ، في اعوجاج، لسان الأمان موجود، الشنك قافل صح، الكبس سليم. أي شك بيساوي إنك لازم ترفض المعدة. مفيش في الرفع حاجة اسمها تمشي وخلاص. ودي أهم رسالة أقدر أقدمها ليكم في الفيديو ده. المعدة اللي في إيدك ممكن تكون سبب نجاح الرفعة، وممكن تكون أول سبب في الحادث، واللي بيحدد ده مش شكلها لكن فهمك لقدرتها وحدودها. النهاردة عرفنا إن اختيار معدات تصميم مش قرار عشوائي، وعرفنا إن كل واير وكل شنكر وكل هوك ليه لغة أرقام لازم تكون فاهمها كويس جدا قبل ما تستخدمها. في الحلقة الجاية إن شاء الله هندخل على العقل المدبر لعملية الرفع كلها. هنتكلم عن جدول الأحمال الخاصة بالونش، وإزاي نقرأه، وإزاي نحدد قدرة الكرين، وإزاي نحسب كفاءة الرفع قبل ما ندي أمر ارفع. ودي حلقة ناس كتير شغالة سنين ولسه بتتلخبط فيها. السلام عليكم.